فيلمنا النهاردة بيبدأ في المحيط، وبنشوف اتنين من الصيادين وهما راكبين مركب وقاعدين يصطادوا. وفي الوقت ده واحد من الصيادين بيقول لزميله إنهم لازم يمشوا من المكان ده حالا، لأن طول الوقت بيسمعوا عن حاجات غريبة ووحوش بحرية ضخمة. فبيرد عليه زميله وبيقول له إن كل دي خرافات، وبيكمل إبحار للمنطقة اللي حذره منها زميله. وبعدها بيظهر من تحت المية وحش بحري وبيبدأ يسرق حاجات من المركب، وأول ما الصيادين بياخدوا بالهم منه بيكونوا هيموتوا من الرعب. وبعد ما بيشوفوه بيطلع يجري، ولكن للأسف بيتعلق في شبكة الصيادين. وساعتها الصيادين بيبدأوا يسحبوا الشبك من البحر، ولكن وحش البحر بيكون أقوى منهم وبيقطع الشبكة وبيهرب منهم. وبعدها بنشوف مشغل اسطوانات وقع من الصيادين في البحر. وبعدها بنروح لعالم الوحوش في المحيط، وبنشوف ساعتها الوحش ده اللي بيكون اسمه لوكا، وهو بيقول إن مامته هتقتله، وده لأن السمك كله هرب منه. وبعدها بيشوف سمكة من اللي هربوا وبيبدأ يطاردها في المية، وساعتها بيخبط في وحش بحري تاني وبيرجع علشان يتأسف له. وبيكمل المطاردة وبيقدر يجمع السمك اللي هرب منه واحدة ورا التانية، وبعدها بياخدهم علشان يرجعهم حظيرة الأسماك. وساعتها بنشوف قد إيه عالم الوحوش منظم ومسالم. وبعدها بنشوف لوكا وهو قاعد وسط الأسماك وبيكون حاسس بالملل، وبيشوف سمكة وهي بتلعب في منبه وبيعرف إن المنبه ده جاي من عند البشر. ولكن فضول لوكا بيتغلب عليه وبيمسك المنبه وبيبدأ يشوف جواه إيه. وبعدها بيشوف المركب وبيخاف جدا على الأسماك اللي معاه، وبيأمرهم إنهم يهربوا بسرعة من المكان. وبعدها لوكا بيبدأ يتأمل في المركب وبيتخيل نفسه خرج من المية. وساعتها مامته بتنادي عليه علشان الغدا بيكون جاهز، وبتحذره من البشر وبتقول له أول ما يشوف مركب لازم يهرب بسرعة، لأن البشر لو شافوه هيقتلوه. وبيدخلوا علشان يتغدوا، وبنتعرف على جدة لوكا وباباه اللي بيكون مهتم جدا بالسلطعون البحري. ومامته ساعتها بتقول له إنهم لازم يتغلبوا على عائلة برانزينو في عرض السلطعون. ووقتها بنشوف لوكا وهو بيستمع ليهم ولكن ما بيكونش مركز معاهم، وبنعرف إن لوكا عنده فضول إنه يشوف البشر ويتعامل معاهم. وبيسأل عيلته وبيقول لهم هي المراكب بتيجي منين. فالعيلة كلها بتتخض ما عدا جدته اللي بتجاوبه عادي، فبتقاطعها والدة لوكا وبتقول لها إن المفروض ما نقولش الكلام ده خالص. فساعتها جدة لوكا بتقول لها إنه كبر وما بقاش صغير، وبتتعصب والدة لوكا عليه وبتقول له إن السمكة الفضولية اصطيادها سهل جدا. ولما بتحس إنها كلمته بعصبية بتنادي عليه، وبتقول له إن محدش هيخاف عليك قدي. وبعدها بيرجع لوكا للشغل، وبيشوف الحاجات القديمة اللي بتكون واقعة من المراكب، ومن ضمن الحاجات دي مشغل الاسطوانات. وبيروح لوكا وبيتفرج عليهم وبيكون مبهور جدا، ولكن فجأة بيظهر شخص لابس بدلة صيد وبيكون عايز يقتله. وساعتها بيقلع الخوذة اللي على دماغه وبيظهر إنه وحش بحري، وبيطمن لوكا وبيقول له إنه مش بشري. وبيبدأ يلم حاجاته وبيطلع للشط، فلوكا بيكون مرعوب جدا من اللي بيعمله. وساعتها الوحش البحر ده بيسحبه معاه للشط، وبنشوف لوكا لأول مرة وهو متحول لبشري، وبيكون مخضوض جدا وبيقول له إنه أول مرة يطلع للشط. وبعدها لوكا بيرفض إنه يفضل معاه على الشط وبيرجع للبحر على طول. وبيفضل طول الليل يفكر في اللي شافه على الشط وبيحاول يسأل جدته على حاجات ولكن بتكون نايمة. وتاني يوم بيحاول يطلع للشط لوحده وبيعمل محاولات كتير، وبيظهر الوحش البحري اللي قابله من شوية وبنعرف إن اسمه ألبرتو، وبيساعده في الخروج من المية وبيبدأ يعلمه المشي كمان. ولوكا في الوقت ده بيكون مبسوط جدا، وبياخده ألبرتو لبيته اللي بيكون عبارة عن برج، وبيقول له إنه عايش فيه هو وباباه. فساعتها لوكا بيقول له إن ده مش خطر عليكم، فبيقول له إن كل حاجة على البرية جميلة وتستحق المخاطرة، زي الوقوع من مكان عالي اللي بيسموه الجاذبية، وزي الهواء اللي بنتنفسه. وبعد كده بيوري له حاجات البشر اللي بيجمعها من زمان. وبينبهر لوكا جدا لما بيشوف صورة فيسبا متعلقة على الحيطة، وبيقول له ألبرتو إن ده أعظم شيء اخترعه البشر. وبيبدأ لوكا يتخيل نفسه وهو راكب على الفيسبا وطاير في العالم كله. وبعدها لوكا بيقول لألبرتو إنه عنده كل القطع اللي تخليه يعمل فيسبا. وساعتها وهم بيتكلموا لوكا بيقول له إنه لازم يروح حالا علشان أهله ما يعملوش معاه مشكلة، وبيشكروا على الفسحة الجميلة دي. ولكن بيبص للفيسبا وبيضعف قدامها، وبيبدأوا هما الاتنين يشتغلوا علشان ينفذوها ويبقى عندهم فيسبا. وفعلا بينفذوها وبيعملوا فيسبا جميلة جدا. وساعتها لوكا بيقول له إنه لازم يروح دلوقتي علشان اتأخر جدا. وبيرجع لوكا للمحيط وبيقابل مامته اللي بتكون متعصبة جدا،
فبتقول لها جدته إن هي اللي بعتته يجيب لها خيار البحر، وبيشكرها لوكا إنها قدرت تحل المشكلة. وبعدها بيروح ينام وبيكون مبسوط جدا. وتاني يوم لوكا بيروح لألبرتو وبيلاقيه إنه نزل الفيسبا من البرج، فبيسأله هو عمل كده إزاي. فألبرتو بيرد عليه وبيقول له إن حدفها من فوق البرج. وبيروحوا هما الاتنين عند المنحدر، وألبرتو بيقول للوكا أنت جاهز نجرب الفيسبا لأول مرة؟ فلوكا بيكون خايف جدا وما بيرضاش يركب معاه، وفعلا بيجربها ألبرتو ولكن بتتدمر تماما. وبعدها بيخرج من المية وبيقرروا إنهم هيعملوا فيسبا تاني، وبعد ما بيعملوها فعلا بيجربوها بنفس الطريقة اللي فاتت. ولوكا بيقف تحت بحتة خشبة، وألبرتو بينزل بالفيسبا من فوق المنحدر، ولكن برضه بتبوظ للمرة التانية. وبنروح لمامة لوكا اللي بتكتشف إنه حاطط حجارة مكانه في الشغل، وبتكون متضايقة جدا هي وباباه. وبنرجع للوكا وألبرتو اللي بيحاولوا يعملوا فيسبا بأي طريقة من الطرق، وبيشوفوه والده ووالدته هو رايح للشط. وبنروح للوكا وألبرتو وهم بيجربوا الفيسبا للمرة التالتة، ولكن برضه للأسف بتبوظ. وبنشوفهم وهم مبسوطين جدا وهم بيعملوا التجربة دي. وبعدها بنشوف لوكا وألبرتو وهم بيبصوا للسما، وكمان بيقول له ألبرتو إن النجوم اللي في السما دي عبارة عن سمك مضيء، وإن القمر عبارة عن سمكة كبيرة بتحرسهم. فلوكا بيقول لألبرتو إن حياتك أحسن من حياتي بكتير. وبعدها بيحلموا هما الاتنين إنهم راكبين فيسبا ما بتتدمرش خالص. وبيظهر بعدها إن لوكا راحت عليه نومة عند ألبرتو، وبيقوم يجري على البيت. وبنشوف مامته هي مستنياه وبتكون متعصبة جدا، وبتواجهه بالحقيقة وبتقول له إنه عصى أوامرها وخرج على الشط. وباباه بيقول له إنه لازم يوعده إنه ما يخرجش للشط مرة تانية. فبيقول له لوكا إنه الشط مش خطر زي ما انتوا فاكرين، وإن أنا وصاحبي ألبرتو واخدين بالنا جدا. وبيظهر بعدها عم لوكا وبيقول لهم إن دايما بيبقى فيه رفيق السوء، وإنه لو فضل ماشي ورا ألبرتو هيموت ومش هيرجع تاني. وبيعرفوا عمه إنه هياخده يعيش معاه في أعماق المحيط، وإنه المكان ده ما بيدخلهوش الشمس، وإنه مستحيل يشوف حد هناك خالص، وهيفضل بس هو وأفكاره هناك. ومامته بتقول له إنه هيعيش هناك لمدة سنتين، وده عقاب ليه علشان ما التزمش بالتعليمات وخرج للشط. وساعتها لوكا بيسيبهم وبيكون متعصب جدا، وبيروح لصديقه ألبرتو وبيقول له إنهم هيودوه في قاع المحيط علشان خرج للشط. فألبرتو بيقترح عليه إنهم يروحوا يعيشوا في مدينة البشر علشان أهله ما يقدروش يوصلوا له هناك، وكمان هيلاقوا في المدينة الفسبة اللي بيحلموا بيها. وكمان بيقول له إن هناك هتلاقي حاجة طول عمرك بتدور عليها، وهي الحرية من المحيط. وبعدها بيفضلوا ماشيين في البحر لحد ما بيوصلوا للمدينة، ولوكا بيكون مبهور جدا من المجتمعات الهادية والبسيطة، وبيفضلوا ياكلوا آيس كريم وبيكونوا مبسوطين جدا. وفجأة لوكا بيتملك منه الخوف مرة تانية، وبيطلب من ألبرتو إنهم يمشوا من المدينة حالا. ولكن ساعتها بيظهر شخص بيكون راكب فسبة حلوة جدا، فبينبهروا هما الاتنين وبيفضلوا يبصوا عليها. وبعدها بنشوف الكورة وهي بتيجي في رجل لوكا والأطفال بتطلب منه إنه يبصيها، فبالغلط لوكا بيشوطها على الفيسبا بتاعة الشخص المغرور ده، واللي بنعرف إن اسمه أركو. وبيروح لهم وبيكون عايز يتخانق معاهم، وساعتها بيفضل يتكلم لحد ما بيقول لهم إنه فاز في مسابقة وعلشان كده ادوله الفلوس وقدر يجيب الفسبة دي. وبيمسك لوكا وبيكون عايز يغرقه في المية، ولكن بتيجي بنت صغيرة راكبة بسكليتة وبتنقذ لوكا من إيد أركو، وبعدها بتاخدهم وبتمشي. وهي في الطريق بتعرفهم إن اسمها جوليا، وبتستأذنهم علشان تكمل تمرين. وبعدها لوكا بيقول لألبرتو إنهم ممكن يدخلوا المسابقة وبالفلوس اللي هياخدوها ممكن يشتروا فيسبا، وبيقول له إنه ممكن جوليا تساعدهم وتعرفهم يدخلوا المسابقة إزاي. فبيروحوا لها وبيسألوها إزاي يدخلوا المسابقة دي، وساعتها جوليا بتوري لهم الفيسبا اللي ممكن يشتروها من فلوس المسابقة، وبتقول لهم كمان لازم يغلبوا أركو. فطبعا وقتها ما بيكونوش حاسين بصعوبة الموضوع، لأن أركو بيكسب السباق كل سنة، وجوليا بتقول لهم إن السنة دي هي اللي لازم تكسب أركو. وساعتها بيرجعوا لها وبيعرضوا عليها إنهم يكونوا فريق واحد، فبتقول لهم متشكرين أنا هسابق لوحدي. وبعد جدال كتير بتوافق إنهم يكونوا معاها في الفريق، بس بشرط إنهم يوروها مهاراتهم في السواقة. وبعدها لوكا بيركب العجلة وما بيقدرش إنه يتحرك بيها، وبنشوف ألبرتو وهو بيشجعه وأهل القرية بيتفرجوا عليه وهو بيقع تقريبا كل مرة من على العجلة. وبتبدأ جوليا تديله تعليمات علشان يقدر يسوق العجلة بشكل مبدئي، وفعلا بينفذ كلامها وبيقدر يسوق العجلة شوية صغيرين. وساعتها جوليا بتحط له خشبة على ماسورة مية، وبنشوف لوكا وهو بيعدي من فوقها وبيكون خايف جدا.
وبيقع من على الخشبة ولحسن الحظ ما بيجيش في المية، وبيجري عليه ألبرتو وبيحوش من فوقيه العجلة. وبتسألهم جوليا لو حد فيهم بيعرف يعوم، فبيقولوا لها إن هما الاتنين بيغرقوا في شبر مية. وبعدها جوليا بتقول لهم محتاجين فلوس الاشتراك في المسابقة، وبتقول لهم إنها هتحاول تاخد الفلوس من باباها. وبتاخدهم جوليا للبيت وبيتعرفوا على باباها اللي بيكون صياد سمك، وبيشوفوه هو بيقطع سمك علشان يجهز الغدا، وبيكونوا مرعوبين منه جدا. ولوكا من الخوف بيفضي المية اللي في بقه في وش ألبرتو، فبيظهر نص وش وحش والنص التاني إنسان. وقتها لوكا بيتصرف وبيسحبه تحت الترابيزة وبينشف له وشه. وقتها والد جوليا بيحط لهم الأكل وبيكونوا خايفين من الأكل في الأول، ولكن أول ما ألبرتو بيدوقه بيعجبهم جدا وبيبدأوا ياكلوه زي الوحوش. فبتقول له جوليا إنهم زمايلها في المدرسة، فبيسألهم هم جايين المدينة ليه. فبترد عليه جوليا وبتقول له إنهم جايين علشان المسابقة. وقتها والد جوليا بياخدها على جنب وبيقول لها أنا مش عايزك تشتركي في المسابقة دي، لأن كل مرة بتخسري فيها المسابقة بتكوني محبطة جدا. وبيكمل وبيقول لها إن فلوس المسابقة كتير جدا، وإن صيد السمك ما بقاش زي الأول. فساعتها لوكا بيعرض عليه المساعدة وبيسألهم لو بيفهموا في الصيد، وبعدها بيقول لهم إنه هيحاول يشوف لهم شغل في أقرب وقت. وساعتها القط اللي بيربوه في البيت بيهجم على لوكا، وبنشوف جوليا وهي بتعتذر منهم هما الاتنين على اللي عمله القط، وبتعرض عليهم يناموا على الشجرة اللي في جنينة البيت، وبيفضلوا يتكلموا طول الليل. وألبرتو بيقول للوكا إنهم لازم ما يخافوش من البشر، لأنهم تقريبا بيتصرفوا زيهم. وتاني يوم بنروح للشط وبنشوف والد ووالدة لوكا وهم بيخرجوا من المية، وبمجرد ما بيخرجوا للشط بيتحولوا لبشريين. وبتتخض والدة لوكا أول ما بتشوف شكلهم اتحول لبشريين. وبعدها بنروح للوكا وهو بيصحى من النوم، وبيتفاجئ إن شكلهم رجع وحوش تاني. وبيحاول يصحى ألبرتو بسرعة وبيقول له إن الجو بيمطر. وساعتها جوليا بتفتح الشباك وبيحاول لوكا إنه يهرب هو وألبرتو. ووقتها والد جوليا بيكون داخل من الباب وخلاص هيشوفهم، ولكن هما الاتنين بيستخبوا ورا الشجرة وبيبدأوا ينشفوا نفسهم من المية، وبيرجعوا بشريين مرة تانية. وبيروحوا يسلموا على جوليا ووالدها، ووالد جوليا بيقول لهم إن أول يوم شغل ليهم هيكون النهاردة. وبيعرف جوليا إنها عليها توصيل الطلبات. وبياخد لوكا وألبرتو وبنشوفهم بعدها وهم راكبين مركب، وبيجي صياد تاني وبيقول لوالد جوليا إنه أكيد بيدور على وحوش البحر. وساعتها القط بتاع والد جوليا بيهجم عليهم مرة تانية، وده لأنه هو الوحيد اللي شافهم وهم بيتحولوا لوحوش. وبيحاول لوكا يهديه وبيديله سمكة. وبعدها لوكا وألبرتو بيقولوا لوالد جوليا إنه بيصطاد في المكان الغلط، وبيحاولوا يودوه لمكان مليان سمك. وبعدها بنشوف جوليا وهي جاية بالعجلة وبتكون فرحانة جدا، وبتبص على الشط وبتتفاجئ إن والدها وألبرتو ولوكا جايبين المركب مليان سمك. وبعدها بنروح لوالد ووالدة لوكا وهم بيحاولوا يسرقوا لبس علشان يكونوا شبه البشريين. وساعتها والد لوكا بيروح لولد وبيفتكروا إنه هو ابنه، وبيحاول يرميه في المية علشان يشوف إذا كان هيتحول وحش ولا لأ. ولما بيتأكدوا إنه بشري بيسيبوه وبيهربوا. وبنشوفهم وهم ماشيين في المدينة وبيكونوا قريبين جدا من لوكا، ولكن للأسف مش بيقدروا يتعرفوا عليه. وبعدها بنروح لجوليا اللي بتاخد لوكا وألبرتو وبيروحوا علشان يقدموا في المسابقة. وساعتها لوكا بيقول إن المسابقة دي شكلها صعب جدا، وبيجي ساعتها داركو وبيكون عايز يقدم في المسابقة. وبيقول لجوليا إن أحسن لها ما تشتركش في المسابقة لأنه هيفوز بيها وهيكسر رقم قياسي جديد، وبياخد فلوس المسابقة من جوليا. وفي الوقت ده لوكا بيقول له إنه شبه السمكة العبيطة وبيخلي أطفال القرية يضحكوا عليه. فبيتعصب دارك منه جدا، وبيروح للوكا وبيديله فلوس المسابقة وبيقول له وريني هتكسبه ازاي. وبعدها بيسيبهم وبيمشي. وقتها جوليا بتحضن لوكا وبتكون فرحانة جدا إنه قدر يسترد فلوس المسابقة. وساعتها ألبرتو بيبص لهم هما الاتنين وبنعرف إنه بدأ يحس بالغيرة تجاه جوليا. وبعد كده بنشوفهم وهما بيدربوا ألبرتو على أنواع كتير من المكرونة، وبتقول له إنه لازم يستعد لأي نوع يجيله في المسابقة. وبنشوف بعدها لوكا وهو بيتدرب على العجلة، وبنشوف جوليا وألبرتو وهما ماشيين وراه علشان يدعموه. ولكن ساعتها بيوصل لمنحدر ولوكا بيكون خايف جدا، وبيظهر ساعتها داركو وبيقول له إنه متأكد إنه مش هيقدر يكمل المسابقة. فساعتها جوليا بتقول للوكا إنه لازم يحاول، وبنشوفه وهو بيحاول يسوق العجلة من على المنحدر ولكن للأسف بيقع من عليها. وبعدها بنروح للمحيط وبنشوف جوليا وهي بتتدرب على السباحة، ولوكا وألبرتو بيكونوا واقفين على المركب وبيقول له تفتكر إن كل البشر ما بيعرفوش يعوموا زي جوليا؟
وساعتها بيظهر داركو وهو بيدور على وحوش البحر، وأول ما بيشوفهم بيروح لهم على طول وبيكون عايز يدخل فيهم بالمركب. وألبرتو ولوكا في الوقت ده بيكونوا على وشك إنهم يتكشفوا، لأن المية بتيجي على ألبرتو وبترجعه وحش بحري. وساعتها جوليا بتروح لداركو بتقول له إنه ما يهزرش معاهم خالص. وبعدها بنروح لوالد ووالدة لوكا وهم لسه بيدوروا على ابنهم. وبعد ما بيوصلوا لماسورة مية، والدة لوكا بتجيلها فكرة وبتقول له إنهم لازم يغرقوا كل الأطفال بالمية علشان يقدروا يكشفوا لوكا. وبتبدأ تغرقهم واحد ورا التاني وبتطلع صوت من بقها، ولوكا ساعتها بيكون قريب منهم جدا وبيبص عليهم وبيعرف إنهم مامته وباباه جايين علشان يدوروا عليه. وبعدها بيروح لألبرتو وبيقول له إن شاف مامته وباباه وإنهم لو قدروا يلاقوه هيودوه لأعماق المحيط عند عمه. فألبرتو بيقول له إن كل دي تهيؤات وإن أهله مستحيل يجوا هنا. وبعدها بيجي والد جوليا وبيطلب من ألبرتو إنه يساعده في الشبك. وجوليا بتقول للوكا إنهم لو كسبوا المسابقة هيقدروا يجيبوا الفسبة، وبتحاول تعرف منه هم ليه متمسكين في موضوع الفسبة قوي. فبيقول لها لوكا إنهم عايزين يطيروا بيها ويلفوا العالم وكل يوم يناموا تحت الأسماك المضيئة اللي في السماء. فبتقول له جوليا إن اللي في السماء دي مش أسماك، وبتعرفه إن اسمها نجوم وكواكب. وبتقول له إنه أيام الدراسة بتكون عايشة مع والدتها في مدينة تانية، ولما بتيجي في الصيف هنا بتحس إن الناس شايفينها غريبة. وبعدها بتقول له إنها لازم تكسب في المسابقة علشان تدمر داركو، وبتاخده معاها علشان توريله النجوم المضيئة عن طريق التلسكوب. ولما لوكا بيشوف النجوم بيتفاجئ جدا، وساعتها بيقول لها إن ألبرتو معلوماته كلها غلط. وبعدها بيحلم إنه سافر للفضاء وبيلف حوالين كوكب زحل. وبعدها بنشوف جوليا وهي بتوري لوكا الكتب بتاعتها وبتعرفه على نظام الكواكب والنجوم والشمس والقمر. وبنشوف لوكا ساعتها وهو مبهور جدا من اللي بيسمعه. وبعدها بيجي ألبرتو وبيطلب من لوكا إنه يجي معاه. وبنشوف إن ألبرتو بدأ يحس بالغيرة من ناحية جوليا. وبعدها بياخدوا وبيروح يفرجوا على الفسبة اللي نفسهم فيها، وبيطلب من ألبرتو إنهم لازم يشتروا تلسكوب مع الفسبة. وبيعرفوا إن جوليا قدرت تفرجوا على النجوم من قريب بسبب التلسكوب. وبيقول له إنه نفسه يروح المدرسة مع جوليا. فبيقول له ألبرتو إنه وحوش البحر ما ينفعش يروح المدرسة. وساعتها بيظهر دارك من وراهم وبيقول لهم إنه شاكك في أمرهم، لأن طول الوقت ريحتهم زي الأسماك. وبيبدأ يهجم عليهم هو وأصحابه، وبيمسكوا ألبرتو وبيكتفوه في الحيطة. وبيحاول لوكا في الوقت ده إنه يدافع عنه ولكن ما بيقدرش. وساعتها لوكا بيمسك الحربة وبيبدأ يهدد دارك علشان يسيبوا ألبرتو. فدارك بيطلب منهم إنهم يمشوا من المدينة خالص، وبيقول لهم إن وجودهم مش مرحب بيه هنا. وتاني يوم بنشوفهم وهم نايمين على نفس الشجرة في بيت جوليا، وبتصحيهم جوليا وبيبدأوا يتدربوا. وبنشوف ألبرتو وهو بيحاول ياكل كل أنواع المكرونة. وبعدها بنشوف لوكا وهو بيحاول يسوق العجلة بتاعة جوليا. وبعدها بنشوف والد جوليا وهو بياخد ألبرتو علشان يصطادوا. وبنشوف والد ووالدة لوكا وهم بيحاولوا يدلقوا المية على كل أولاد المدينة علشان يكشفوا ابنهم لوكا. وبتعدي أيام كتير وبتظهر جوليا وهي بتصحي ألبرتو ولوكا وبتقول لهم إنه فاضل يومين على السباق. وساعتها بنشوفهم وهم بيتدربوا كالعادة، ووالد ووالدة لوكا بيكونوا تعبوا من كتر البحث عن ابنهم. وبعدها بنشوف والد جوليا وهو بيعلم ألبرتو إزاي ياكل المكرونة بالشوكة. وبنرجع تاني لوالد ووالدة لوكا وهم قاعدين عند ماسورة المية، وبيكونوا زعلانين جدا لأنهم فقدوا ابنهم. ولكن فجأة بيعدي من قدامهم لوكا وبيتعرفوا عليه من نظرة عينيه. وأول ما بيشوفهم لوكا بيحاول يهرب منهم، وهم بيحاولوا يجروا وراه في شوارع المدينة، ولكن لوكا بذكائه بيقدر يهرب منهم. وبعدها بنشوفهم هما التلاتة قاعدين يتفرجوا على القطر. وساعتها لوكا بيسأل جوليا عن المدرسة مرة تانية، فبيقاطعهم ألبرتو وبيقول إنهم مش عايزين يعرفوا حاجة عن المدرسة. وبعدها بيركب العجلة هو ولوكا وبيبدأوا يجروا في شوارع المدينة. وساعتها لوكا بيكون خايف جدا من تهور ألبرتو، وبيفضلوا يجروا بالعجلة لحد ما بيقعوا في المية. وبعد ما بيطلعوا من المية بنشوف لوكا وهو متعصب جدا على ألبرتو وبيبدأ يضربوا بعض على الشط. ولكن ساعتها بتظهر جوليا على الشط، وساعتها هما بيحاولوا يبقوا طبيعيين علشان ما تشكش في حاجة. وساعتها لوكا بيسأل جوليا لو ممكن يروح معاها المدرسة، فبتقول له إن دي أحلى فكرة سمعتها. فألبرتو بيسأل جوليا لو مدرستها بتتقبل كل أنواع المخلوقات، وبيقول لها لو في وحوش ممكن يدخلوا المدرسة. وبيحاول لوكا إنه يسكته علشان ما يفضحهمش. ولكن وقتها ألبرتو بينزل في المية وبيخرج على هيئة الوحش البحري، وبتشوفه جوليا وبتكون مرعوبة جدا.
وبيقول لها ألبرتو إن هم وحوش بحر فعلا، فهل ينفع نروح معاك المدرسة بتاعتك؟ وساعتها لوكا بيحاول يمثل إنه بشري، وبيقول لجوليا إن ألبرتو بس هو اللي وحش بحري. وألبرتو ساعتها بيكون مصدوم من اللي بيسمعه، وبيبدأ يهرب قبل ما دارك وأصحابه يهجموا عليه. وبعدها لوكا وجوليا بيروحوا البيت، ووالد جوليا بيسأل على ألبرتو، فبيقول له لوكا إنه مشي ومش هيرجع تاني، فبيقول له إنه لازم يدور عليه ويرجعه البيت. وبيسيبهم بعدها والد جوليا وبيمشي. وبعدها جوليا بتدلق المية على لوكا وبتعرف إنه وحش بحري، وبتطلب منه إنه لازم يمشي فورا من المدينة عشان لو حد شافه هيقتله. فبيقول لها إنه مش هيرجع للجحيم بنفسه، وبيعرفها إنه لو رجع للمحيط أهله هيودوه عند عمه. وبعدها بيسيبها وبيمشي وبيروح لبيت ألبرتو، وبيتفاجئ إن كل حاجة في البيت متكسرة. وبيفضل ينادي على ألبرتو ولكن محدش بيرد عليه. وفجأة بيظهر ألبرتو من وراه وبيسأله هو جاي تاني ليه، فبيتأسف له لوكا وبيقول له إنه المفروض ما كانش يعمل كده. وساعتها ألبرتو بيطلب منه إنه يمشي من المكان، وبعدها بيعرفه إنه كان عايش في البرج ده لوحده، وبيقول له إنه غلط غلطة كبيرة لما فكر إنهم ممكن يكونوا أصحاب، وبيطلب منه إنه يمشي من البرج مرة تانية. وبعدها بيجي يوم السباق وبيروح لوكا للجنة، وبيطلب منهم إنه يتسابق لوحده. وبتروح له جوليا وبتقول له لو نزل المية هيتكشف، فما بيسمع لهاش خالص وبيسيبها وبيمشي. وبيظهر بعدها والد ووالدة لوكا وهم بيتطوعوا علشان المسابقة. وبيظهر بعدها كل المتسابقين واقفين على الشط، وبيجي لوكا وبيكون لابس بدلة غريبة، وبيبدأ دارك يتريق على لبس لوكا. وبتحاول جوليا تمنعه ولكن ما بتقدرش، وبيبدأوا المتسابقين إنهم ينزلوا المية. ولوكا بيبدأ فعلا ينزل معاهم ولكن البدلة اللي هو لابسها بتتكسر، ولحسن الحظ محدش بيكتشف إنه وحش بحري. وبتبدأ بعدها مسابقة أكل المكرونة، وساعتها لوكا ما بيكونش عارف يمسك الشوكة خالص، فبتعلمه جوليا إزاي يقدر ياكل المكرونة بسرعة. وبتخلص المكرونة بتاعتها وبتروح لآخر مرحلة في السباق وهي الجري بالعجل. وبعدها بيخلص لوكا وبيروح علشان يسوق العجلة بسرعة كبيرة، ولسوء الحظ الجو بيبدأ يتغير وبتكون هتمطر. وبنشوف بعدها والد ووالدة لوكا وهم مستنيين ابنهم يعدي من قدامهم، وأول ما بيشوفوه بيحاولوا يوقفوه ولكن بيتأسف لهم وبيكمل سباق. ومامته بتشوفه وهو بيسوق العجلة وبتقول إنه سريع جدا. وبيظهر دارك وهو بيعدي جوليا في السباق، ولكن المفاجأة إن لوكا بيسبقهم كلهم وبيكون الأول. وساعتها المطر بيبدأ ينزل من السماء وبيظهر على لوكا إنه حزين جدا، ولكن ساعتها بيجيله ألبرتو وبيكون معاه شماسة علشان يساعد بيها لوكا. ووقتها بيظهر دارك وبيضرب ألبرتو وبيوقعه قدام الناس، وبتطير من إيديه الشماسة وبيتحول لوحش بحري قدام أهل المدينة كلهم. ووقتها لوكا بيسوق العجلة بكل سرعته وبياخده من قدامهم قبل ما يقتلوه، وبيقول له يلا بسرعة علشان نروح البحر. وساعتها دارك بياخد الحربة وبيجري وراهم، وبنشوف جوليا وهي بتحصلهم بالعجلة بتاعتها. وبعدها بنشوف مطاردة قوية جدا وسط المدينة، وبعدها جوليا بتقع بالعجلة وبتكون مصابة. فساعتها ألبرتو ولوكا ما بيرضوش ينزلوا البحر وبيرجعوا يطمنوا عليها. وبيجي والد جوليا وبيحييهم على شجاعتهم وبيقول لهم إن هم اللي فايزين في المسابقة دي. وبعدها بيجي والد ووالدة لوكا وبيحضنوه وبيكونوا مبسوطين منه جدا. وبتيجي المسؤولة عن المسابقة وبتسلمهم الكاس. وبعدها بنشوفهم هما التلاتة وهم راكبين الفسبة ورايحين لبيت والد جوليا، وبنلاحظ إن والد ووالدة لوكا وجدته قاعدين عند والد جوليا وبيجهز لهم كمان العشاء. وبيدخلوا عليهم لوكا وألبرتو وجوليا وهم مبسوطين جدا، وبيقول لهم إن المسابقة كسبوها المستضعفين. وبعدها بنروح لمحطة القطر وبنشوف والد ووالدة لوكا وهم بيودعوه، وبنعرف إنه هيروح مع جوليا للمدرسة. وبيجي ألبرتو وبيودعه وبيكون حزين جدا على الفراق، وبيركب لوكا القطر وبيتجه للمدينة علشان يبدأ حياة جديدة مليانة علم ومعرفة. وبس كده فيلمنا النهاردة بيكون خلص. لو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب للقناة وتكتب لنا كومنت تقول لنا الفيلم الجاي حابب يكون ايه. سلام.